النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا أشباهه وأشباهي، تشبه وجهه يشبه وجهي، أقرب نبي للرسول إبراهيم في الخلقة. يقول: وكان متكئا متسند على البيت المعمور. بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس، قال: والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة. فوق الكعبة وهو في السماء. يقول: فنظرت إليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. جدنا إبراهيم، عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، نحبه، هو معنا، ولذلك نحن نحب الأنبياء كلهم، لكن إبراهيم يربطنا به علاقة خاصة في ارتباط. جد النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل جد النبي، ثم يدخل فسلم عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح. قال: إني لا أبلغ يا محمد أمتك مني السلام. عليك السلام يا إبراهيم، والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك وبلغنا وصيتك. وقال: أوصهم. وش يوصيهم؟ يوصيكم الآن بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على أدائها أنه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والآخرة. بماذا توصينا يا إبراهيم؟ قال: إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية إبراهيم يا جماعة، هذه وصية أبوكم إبراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من إبراهيم عليه السلام أنك تزرع بها نخلة في الجنة هي غراس الجنة. وش رأيكم أن نطبق هالوصية؟ ما هي بدعوة للدعاء الجماعي، لكن قولوا، خلنا نكسب أجركم، قولوا لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أبشروا فقد غرستم الآن نخلة في الجنة. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته، خذ الوصية ودخل الحين مع جيل البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال: دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين؟ ثم التفت النبي قال: